أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان. ويلا نفصل شوية عن دوشة الناس وعن المقارنات وعن كل الأصوات اللي بتقولك لسه مش كفاية، ويلا نقعد قعدة روقان ونحكي عن حب النفس، لكن مش بالمعنى اللي بيتقال في كتب التنمية البشرية، لكن بالمعنى اللي يخليك فعلا تصحى الصبح وتقول لنفسك أنا مستحق حتى لو محدش شايف كده. يعني ايه احب نفسي؟ كتير بنسمع كلمة حب نفسك بس محدش بيشرح لنا ازاي. هل معناها اكون اناني، ولا معناها اطنش الناس، ولا اقول انا جامد طول الوقت؟ لا، حب النفس الحقيقي مش صوت عالي، ده صوت هادي جواك بيقولك انا استحق الراحة حتى لو لسه ما انجزتش، انا استحق الاحترام حتى لو كنت بغلط، أنا أستحق الحب حتى لو لسه بتعلم إزاي أديه. حب النفس مش عن إنك تبقى كامل، لكن عن إنك تتقبل نفسك حتى وهي مش كاملة، وده أصعب من أي إنجاز، لأنك محتاج تواجه مراية فيها ضعفك وخوفك وغلطك وتقرر تحب اللي فيها. ليه بنحس إننا مش مستحقين؟ خلينا نقول حاجة يمكن ما اتقالتش كده قبل كده. أغلبنا اتربى على فكرة إن الحب له شروط. لو كنت شاطر الناس تحبك، لو كنت مطيع يستحقوك، لو كنت ناجح تاخد مكانك. اتعلمنا إن الاستحقاق حاجة نكسبها مش حاجة موجودة جوانا، بس الحقيقة الاستحقاق مش جاي من عدد اللايكات ولا من شهادتك ولا من شكلك. الاستحقاق ده حقك الإنسان الطبيعي، ربنا خلقك بقيمة حتى قبل ما تعمل أي حاجة تثبت بيها إنك كفء. كل مرة بتقلل من نفسك، وكل مرة بتقول أنا مش قد كده، وكل مرة بتبرر وجودك، انت كأنك بتعتذر على نعمة إنك هنا. بس مفيش حد محتاج يعتذر عشان بيتنفس. لما تبدأ تحب نفسك بصدق حاجات كتير هتتغير. هتختار الناس اللي بتديك طاقة حلوة مش اللي بتمتصها منك. هتتعلم تقول لأ من غير ما تحس بالذنب. هتتعلم ترتاح وتتعافى وتاخد وقتك، وهتكتشف ان السلام الداخلي مش دلع ولا رفاهية، لكن ده أبسط حق ليك. بس خد بالك، حب النفس مش دايما سهل. في أيام هتحس إنك فاضي من جوه، وفي أيام تانية هتبقى فخور بنفسك جدا، وده طبيعي. حب النفس مش مشاعر ثابتة، دي علاقة بتبنيها كل يوم بينك وبين نفسك. عارفين، مرة كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي كانت بتحكيلي إنها طول عمرها بتحس إنها مش كفاية للي حواليها، وشايفة نفسها مش شاطرة كفاية، ولا جميلة كفاية، ولا طيبة كفاية. فضلت تحاول تثبت نفسها لدرجة إنها نسيت نفسها، وفي لحظة تعب حقيقي قررت توقف وقالت لي أنا قررت أحب نفسي حتى لو محدش لاحظ. ومن هنا بدأت رحلة صغيرة، كل يوم بتكتب لنفسها جملة إيجابية على المراية بتاعتها، مش عشان تثبت حاجة، لكن عشان تفتكر إنها مش محتاجة إذن عشان تكون بخير. ومن ساعتها كل حاجة اختلفت في حياتها، مش لأن الناس اتغيرت، لكن لأنها اتغيرت في نظر نفسها. خلينا نهدى ونتكلم في العمل شوية. إزاي ترفع إحساسك بالاستحقاق؟ أول حاجة كلم نفسك بلطف، اوعى تقول أنت أول اللي بيقلل منك. جرب تقول أنا بعمل اللي أقدر عليه النهاردة وده كفاية. تاني حاجة افصل بينك وبين أفعالك. أنت مش غلطة عملتها ولا فشل عدى عليك، أنت كيان أكبر من التجربة نفسها. تالت حاجة اعمل حاجات بتحبها حتى لو بسيط، زي فنجان قهوة أو كتاب أو إنك تتمشى أو لحظة صمت. التفاصيل الصغيرة دي بتغذيك من جوه. رابع حاجة اقبل الهدايا بدون خجل. المدح والمساعدة والحب ما بتقولش مش مستاهل، قول شكرا، لأن القبول جزء من الاستحقاق. خامس حاجة سامح نفسك. كلنا بنغلط، بس اللي بيحب نفسه بجد
بيغلط ويتعلم ويرجع يحاول تاني. ولو في يوم حسيت إنك مش قادر تحب نفسك، مش مشكلة، ابدأ بالقبول. قول أنا لسه مش بحب نفسي بس ناوي أوصل. النية لوحدها بداية الطريق، وصدقني كل لحظة حنية منك ليك هي خطوة ناحية الشفاء. وقبل الحلقة ما تخلص عايزين نفتكر حاجة، انت مش محتاج تعمل إنجاز عشان تستحق تحب نفسك، ولا محتاج تبقى شخص مثالي. انت كفاية زي ما انت دلوقتي. الحياة مش سباق إثبات، دي مساحة عشان تعيش وتتعلم وتسامح وتحب. ولو كل يوم افتكرت انك تستحق الحب بدون شروط، هتكتشف ان حب النفس مش رفاهية، ده الأساس اللي بيبدأ منه كل شيء جميل في حياتك. كنت معاكم في قعدة روقان. لو الحلقة لمستك شاركها مع اللي محتاج يسمعها النهاردة، وخد بالك انك تستحق تكون بخير.